اتحط على بيراميدز. وزي ما قال له النادي الاهلي قبل كده، هتروح الفيفا هتلاقيني انا مستنيك هناك، وهتلاقي الرخصة بتاعتك اتسحبت من الدوري المصري ونتائجك مش موجودة. فعلا بيتنفذ الكلام، بس مش اللي بينفذه النادي الاهلي، اللي بينفذه نادي النجوم. الاستاذ محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قدم شكوى في الاتحاد المصري بسحب الرخصة بتاعت نادي بيراميدز واحتساب جميع النتائج بتاعت مبارياته لحساب الفرق التانية. ده رسمي. ليه؟ لأن نادي النجوم ليه 10 مليون جنيه عند نادي بيراميدز ما أخدهمش، وكان طالب بيهم نادي النجوم في الفيفا واتحكم له بيهم، والرخصة اللي هو بيلعب بيها تحت شمسية الاتحاد المصري، بس اللي فات لأن هو اللي كان ماسك في وقتها. فهو دلوقتي تحت إدارة المجلس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، فقدم شكوى نادي النجوم في نادي بيراميدز علشان يسحب منه الرخصة المصرية. كده بيقول لبيراميدز تعالى يا حبيبي، ده انت كده جيت على حجري، انت هتعمل ايه؟ فكده الاتحاد المصري لازم يطلع ويوضح الصورة بتاعة بيراميدز، هل هو فعلا الرخصة بتاعته رسمية ولا عنده قرار من الفيفا، وهو بيلعب دلوقتي ازاي، وبيلعب دلوقتي ليه، ونتائجه هتتحسب ولا مش هتتحسب، وهيمشي ازاي في الفترة اللي جاية. ده حتى هتطبق عليه بقية القرارات حتى بطولة أفريقيا. ده كده بيراميدز لبس في الحيط رسمي. والأستاذ محمد الطويلة قعد ساكت الفترة اللي فاتت علشان حقه يجيله ما لقهوش، إنما دلوقتي بيتقدم رسمي بشكوى للاتحاد المصري. كده بقيت رسمي. تعالى يا بيراميدز، بتعمل ايه يا حبيبي؟ تعالى شوف اللي عليك ونشوف الرخصة بقى. عايزين نطلع بقى بقرارات وتوضيح للموقف زي ما هو بيحصل مع بقية الأندية، علشان تبقى الشفافية موجودة للكل، والكل يبقى ايه شايف وعارف وعلى عينك يا تاجر. المواقف دي ما تتدسش، ما تتشالش تحت الترابيزة ولا تتحط في الدرج ويتقفل عليها، لا، عايزين نعرف الدنيا رايحة فين في القرارات دي بالذات، وهتوصل لفين. ده لازم الاتحاد المصري يبلغ بيه، لأن جميع الأندية في الفترة اللي جاية مفيش نادي هيسيب حقه في اللي جاي، وكل واحد هيدور على حقه. كده الموضوع انتهى. بيراميدز لابس في الحيط رسمي، نظمي، فهمي، وخليك على الطريق بتاعك زي ما انت ماشي، والاهلي كل ما يشوفك يحط عليك.